والشرك زي ما ذكرنا يعني شنو الناس تتجد دارين ربنا ينزل عليهم خيرات بركات من السماء توحد الله. ماشي الآية من سورة الأعراف آية 96 ربنا الناس لو آمنوا ووحدوني أنا لم ننزل عليهم بركات من فوق ومن تحت. شفت؟ ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وحدوا الله سبحانه آمنوا بالله واتقوا الله سبحانه وتعالى قال لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض قال ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. شوف سبأ ربنا حكى قصته في سورة سبأ قال لقد كان لسبأ في مسكنهم أو في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. عملوا شنو الناس دي؟ ربنا نعم عليهم بالخيرات والبساتين كويس والنعم كويس. هم عملوا شنو؟ قال فأعرضوا قال ابن كثير عليه رحمه الله أعرضوا عن التوحيد كفروا بالله ولا حدث بهم النار. ربنا قال فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتين ذواتي كل خمط واسم وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى في بعض القراءات إلا الكفور وقالوا ربنا باعد في بعض القراءات كويس بيننا وبين أسفارنا. شفت القرى دي ربنا أهلكم بسبب إنهم القصة بتاع السبع إنهم أشركوا وربنا حل بهم النقم رفع منهم النعم. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النحل ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة قال يأتيها رزقها رغدا من كل مكان قال فكفرت بأنعم الله طوال ربنا قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ربنا قال في سورة المائدة ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا وآمنوا بنا ووحدوني ويزهدوني بالعبادة قال لكفرنا عنهم سيئاتهم قال ولا أدخلناهم وين؟ جنات. ربنا توحد الله تلاقي الله بالتوحيد الله برحمك والله بدخلك الجنة وده الفوز وما بعد فوز. قال لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم قال لأكلوا من فوق ومن تحت من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فبلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعني شنو؟ الناس دين ربنا داير منهم حاجة واحدة يوحدوا بس دايرين خيرات دايرين ربنا يوقف الحي. الناس دي تخلي الشرك تكفر بالقباب وتكفر بعبادة غير الله وتصرف العبادة لله سبحانه وتعالى عشان ربنا ينزل علينا البركات من السماء ويفتح علينا الخيرات والبلاد تعيش في رغد كويس بالتوحيد. الناس توحد الله يقبلت فيها آلاف القبب تعبد من دون الله صواريخ موجهة يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. تجي تزور الشيخ وتزور قبره والناس تتبرك به وده كله شرك وكفر صاير كويس. عنده الشكانيبة وعنده بحراس وعنده وين مشولين وطفلين الحوليات والرجبيات ده كله كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد سيد العاشرات يحذر ما صنعوا. فالناس توحد الله سبحانه وتعالى وترجع لله سبحانه وتعالى. قال قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك فيها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب تخلي دين أبواتك تخلي دين أجدادك. شفت دي يعني جماعة تقول لهم وحد الله وحده يقول لك والله احنا زي يسي حاليا تلقى إنسان يعني ما عارف اللحية بتاعته ومقصر إزار لا احنا والله مين قمنا بس مين قمنا لقينا الشغله دي كده لا احنا ما مين قمنا في دين في شريعه بتحكمنا احنا بنمشي نتبع الكتاب والسنه مش نتبع ما وجدنا عليه ابانا. لا ما بنتبع ما وجدنا عليه ابانا كويس بنتبع الكتاب والسنه. قال الشاعر يعني شو ده التعصب لابائه واجداده قالوا ما انا الا من قضيه من قوت قويت وان ترشد ارشد. القضيه قبيلته انه مشت في الطريق الصحيح الواضح البين بمشي معاه مشت في طريق القيد والضلال والبدع كويس والشرك بمشي معاه الضلال. الكلام ده غلط. انت تتبع الكتاب والسنه. ربنا قال يعني شنو عنهم؟ قالوا واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله والرسول قالوا او اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والرسول قالوا حسبنا في مائده حسبنا كافينا بكفينا ما وجدنا عليه ابانا. بس ما دارين حاجه حسبنا بس احنا وجدنا عليه ابانا. لا عندنا كتاب والسنه. قال يعني قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. احنا مقتدين بأبوات ومقتدون به وبس كيفين كويس. لا ما تمسك في أبواتك ولا تمسك في آبائك تمسك في الكتاب والسنة. الله قال والرسول قال كده بتنجو وبتفلح
كويس. ده هو قال ترغبوا عن ملة عبد المطلب، يعني شو أصحاب السوق قال لا ترغبوا عن ملة المتخلدين وهذا. قال فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله فأعاده، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، لعله قال أنا على ملة عبد المطلب وحذفها الراوي. كويس. قال هو على ملة عبد المطلب، مات على ملة عبد المطلب على الشرك والكفر لله سبحانه وتعالى. ده آخر كلامه. ربنا سبحانه وتعالى إذا كان آخر كلامه قال لا إله إلا الله ربنا يرحمه ويدخله الجنة ويعفو عنه. كويس. لكن ما قال ما نطق إذا كان خالصا من قلبي. كويس. ما قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أستغفرن لك ما ينهى عنك. فأنزل الله لو ما كان النبي والذين آمنوا المشرك ما تستغفر له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فقال له ما كان الله قال ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا ذو قربى ولو كانوا ذو قريبة. كويس. ما تقول له يا أخي والله إحنا ده قريبي وده شفت النبي صلى الله عليه وسلم قريبه وعمه عدين نسب. كويس. بعدين شنو مات على الشيء الثاني ما عنده رحمة ما عنده شفاعة. كويس. قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا وأنذر عشيرتك الأقربين ونذر أهله ويا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. آخر الآية من سورة التحريم. فإنه الإنسان الواجب عليه ما يتعصب يقول يا والله يا أبو فاطمة قدام يعمل المعاصي يرتكب الشيء أزول أبو فاطمة قدام ينادي غير الله أبو فاطمة قدام تلقاه حلف بغير الله وحات الريدة عليه بالطلاق حرم. كويس. وحات القعدة وحات الكسر والملاح أزول بعدين أبو فاطمة لا ما عندي ده ما عندك شفاعة أنت مشرك أشركت بالله سبحانه وتعالى. كويس. قال ما كان النبي الذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا من القوة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إلى آخر الآيات من سورة التوبة. قال بعدين أنزل الله سبحانه وتعالى في أبي طالب لو إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الهداية المنفية هنا شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم عنده هداية البيان والتوضيح، لكن هداية التوفيق والإعانة بيد الله سبحانه وتعالى. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى أو لا يهدي من يضل. قال يعني ربنا سبحانه وتعالى أنت بس من عليك إلا البلاغ تبلغهم، لكن هداية التوفيق والإعانة دي كلها وما توفيقي إلا بالله، هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فالآية بتقول قال هو أعلم بالمهتدين. ويعني شنو خلاصة الكلام إنه في 4 فوائد أو 3 فوائد. إنه الإنسان يعني واحد يجتنب يعني يجتنب مضرة أصحاب السوء، ما صاحب أصحاب السوء. كويس. صاحب أصحاب صالحين وكذا يذكرون قال الله يخافوا الله. 2 إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث ده يعني حريص على هداية شنو وإسلام عمه أبي طالب. كويس. 3 يعني إنه هو إن كان يعني قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه والله سبحانه وتعالى يدخله ويرحمه. ولأنه من قال لا من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة كما جاء في الحديث. وهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.